احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة تمام كده يا رب. عارف ايه اللي مزعلني قبل ما نبدا في اي حاجه ولا ابدا اقول الاخبار اللي عندي؟ أنا اللي مزعلني ان انا شايف ناس على السوشيال ميديا والله العظيم بيقولوا الاخبار بعد ما انا بقولها، والله العظيم بيقولوا الاخبار بعد ما انا بقولها. بص على فيديوهاتهم، لا فيديوهاتهم جايبه مش عارف ب 15000، مش عارف بايه. انا جاي ابص على الفيديو بتاعي يعني ايه 100 200. فده اللي مضايقني وده اللي بيخليني انا بغيب وبرجع تاني. يعني قدروا مجهودي يا جدعان، والله العظيم بجيب اخبار هي اللي بيقولها اللي انتوا بتعملوه ب 15000 لايك والكلام ده. والله العظيم انا بقولها كمان قبله، يعني انا بكون قايل الاخبار ديت قبله. فيعني قريت تقدروا تعبي شويه، يعني قريت عليها تقدير الفتره الجايه دي. والله العظيم بجيب اخبار يعني بقولها قبل المشهور ما بيقولها، فنقدر. خلينا نخش على مجلس اداره نادي الزمالك اللي كل الايام دي هايج على مجلس اداره نادي الزمالك. تعال اقول لك مجلس اداره نادي الزمالك مسك الزمالك من امتى. مسك الزمالك 2023 شهر 10 يوم 25، 2023 شهر 10 يوم 25 بالظبط. اصبح حسين لبيب والمجموعه اللي معاه بقوا رؤاس نادي الزمالك. تمام. طيب المجلس لغايه اللحظه ديت ماسك نادي الزمالك له كام فتره؟ له فتره قد ايه؟ له 10 شهور بالظبط. 10 شهور لغايه الفتره اللي بكلمك فيها ديت، لغايه الفتره اللي بعمل فيها فيديو هو ماسك نادي الزمالك له 10 شهور. خلال ال 10 شهور دول نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك صرفوا كام؟ مديونات عن نادي الزمالك صرفوها وطلعوها من جيبهم او من خزنه النادي او بكذا طريقه هم سدوا منها. تعال اقول لك الرقم المحترم: 11 مليون. 11 مليون جنيه علي، ما هو رقم ضعيف. ايه ده مش حق صفقه لاعب اساسا. 11 مليون دولار. 11 مليون دولار. طب 11 مليون دولار، 11 مليون دولار غير لعيبه في النادي لسه بتلعب في النادي، لسه ليها فلوس، لسه بيطلبوا بحقهم، لسه ما خدوهاش. يعني انا ال 11 مليون سددتهم دولت لعيبه كانت رافعه عواد على النادي. في بقى اللعيبه اللي لسه ما رفعتش عواد على النادي ولسه الكلام دوت عامله كام يا اخويا؟ داخله وبتزيد اكتر كمان. انا عشان يعني مش عارف اجيب الرقم بالصراحه بالظبط، فالرقم وصل ل 150 مليون جنيه. 150 مليون جنيه. انت فاهم الرقم؟ تاني حاجه انا بقول لك 11 مليون دول اتسدوا في بقى لسه، يعني زي خالد بوطيب اخد جزء من الفلوس ولسه في تقسيط. يعني نادي الزمالك عليه مديونات بشكل رهيب، بشكل رهيب. في مديونات تانية بشكل رهيب. انا بقول لك على الارقام اللي اتسدت والارقام اللي لسه في داخل نادي الزمالك. لسه عايزين يدوا اللعيبه حوالي 150 مليون جنيه، ولسه في اللعيبه اللي لسه بتقسط لها فلوسها. فنادي الزمالك بيسد بغرامات يا حبيبي كبيره جدا. غرامات ممكن توصل يعني 100 مليون دولار. ارقام رهيبه، ارقام. مجلس الاداره في شهر يعني له 10 شهور عمال يسد في ارقام رهيبه. طيب ده في حوار المجلس الاداره عمل ايه من ساعه ما جه نادي الزمالك وسد ايه وعمل ايه والكلام ده. فهو فكرك كذا قضيه، اكيد فكرك قضيه بتاعت شيكابالا، خالد بوطيب، شيبونج، قواضي لا لها عدد ولا لها مثيل. صارفين ارقام رهيبه جدا، ارقام رهيبه جدا يا حبيب اخوك، ارقام رهيبه. يعني انا بقول لك انت لو جمعت كله على بعضه بقى، حطيت الميه على الطين والطين على الزيت وجمعت الليله كلها، انت ممكن تخش في ال 100 مليون دولار. نادي الزمالك عليه 100 مليون دولار يا عم. يلا اصرف طلع ودي. ده ايه؟ كرة قدم بس. كرة قدم بس. خلي بالك مجلس الإدارة مش جاي لكرة القدم بس، جاي لكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة والسباحة فهو ما بيسد هنا بيكون مضطر ان هو يسد هناك. ففي ارقام عمالة تسد بشكل رهيب. نقفل الملف ده. انا كده عايز بس اوريك نقطة عشان تدي العذر برضه لمجلس الإدارة. طيب تعال نخش بقى نقطة الملف الصفقات. من ساعة ما جم لغاية دلوقتي جت عليهم فترة انتقالات واحدة. طب فكرة الانتقالات دول جابوا فيها مين؟ تعال اقول لك على الاسامي اللي جت يا حبيب اخوك. تعال اقول لك على الاسامي اللي جت في الفترة ديت يا حبيب اخوك. تعرف تعد؟ عد معايا. جبنا ياسر حمد، جبنا عبد الله السعيد، جبنا ناصر ماهر، جبنا احمد حمدي، جبنا سيف فاروق جعفر، جبنا زياد كمال، جبنا مهاب ياسر، جبنا محمد شحاته، جبنا محمد عاطف، جبنا جمال متيابه. جمال متيابه اللي دخل نادي الزمالك كان مسيحي، دخل رؤى خلاه مسلم وبقى جمال متيابه. تمام يا حبيبي اخوك، جبنا الصفقات دي كلها. طب هتقول لي يا علي من عدد الصفقات اللي احنا عملناها الحلوه دي مين نجح في نادي الزمالك؟ مين من الصفقات الحلوه اللي احنا جبناها دي يا معلم علي نجح معانا او في ملامح ان هو ينجح في المستقبل؟ طيب مين اللي نجح معانا بلا مقارنه؟ يعني عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، محمد شحاته، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر. ممكن تيجي عند اخر اسمين تقول لي محمد شحاته، قصدي محمد عاطف وسيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر لو لعب في خط وسط كويس، يعني سيف فاروق جعفر لو لعب جنب عبد الله السعيد وناصر ماهر انت هتشوف سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر خط وسط جامد جدا جدا. طيب محمد عاطف مشروع باك ناجح للمستقبل. عاطف مشروع باك ناجح جدا
جدا، لاعب جامد جدا. فانا شايف ان دول بقى لو فضلوا يعني محمد عاطف وسيف رجع، فلو فضلوا مع نادي الزمالك شويه هينجحوا قدام. هتقول لي دول بس اللي نجحوا؟ هقول لك نادي الزمالك في الوقت ده. تعالى بس نتكلم في النقطه الثانيه. اما النقطه الثانيه تخص النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا حبيب اخوك. طيب تعالى بقى نخش على ملف الصفقات اللي في الوقت اللي احنا فيه، اللي احنا المفروض عندنا سوبر افريقي وعندنا عايزين نستعد للموسم الجاي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا معلم علي؟ طيب انت في حاجه بتحصل غلط من نادي الزمالك. نادي الزمالك واداره نادي الزمالك طلعت قالت للمصادر الموثوق منها قولوا للناس احنا هنجيب اشرف بن شرقي، قولوا للناس احنا هنجيب جوناثان، قولوا للناس احنا هنجيب ده، قولوا للناس احنا هنجيب ده. وبالمبدا ده انا وناس تانية كتير مشاهير طلعنا اتكلمنا ان اشرف بن شرقي في الزمالك، وطلعنا اتكلمنا اللي فيه لعيبه كتيره قوي في الزمالك. لكن بعد اللي حصل انتوا ضحكتوا علينا، انتوا حرفيا ضحكتوا علينا، انتوا حرفيا خليتوا الناس تشك في مصادرنا، انتوا ضحكتوا علينا والله. ولا اشرف بن شرقي جاي. اشرف بن شرقي انا لسه قايل لك في فيديو فات ما عندوش عروض، بس اشرف بن شرقي خلاص بنسبه 90% بره نادي الزمالك، الحلم راح. طيب تعال اقول لك ضحكوا علينا في مين ولا لنا دول جايين وحصل العكس. تعال اقول لك مين. جوناثان لاعب فيوتشر، احمد رمضان بيكام لاعب سيراميكا كليوباترا، محمد حمدي لاعب انبي، محمود صابر لاعب بيراميدز، اشرف بن شرقي لاعب حر، مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، يسري وحيد لاعب طلائع الجيش، بيتر اللي هو مهاجم صن داونز برضو، كل دول بره. طب عشان بس اكون واثق من كلامي وكلامي يكون صح، في اسمين بس هما اللي في الصوره لغايه دلوقتي ممكن يجوا، هو محمد حمدي لاعب انبي، ويسري وحيد لاعب طلائع الجيش. واحد بيلعب جناح وواحد بيلعب باك بس. طب انتوا ضحكتوا علينا ليه؟ هقول لك هما ضحكوا علينا ليه. بص يا اخويا، هو عايز يفضل لك مجلس الاداره معهوش فلوس يجيب صفقات، وفي نفس الوقت مجلس الاداره مش عاوز يطلع يقول لك انا معيش فلوس اجيب صفقات استحملني. هو مش عاوز يحط نفسه في النقطه دي مع الجماهير، فراح قال انا هلعب هلعب عليهم لعبه ذكيه، لعبه وسخه من الاخر. قال لك انا هقول لهم ان انا هجيب، هم يفرحوا، هم يزغططوا اوبا اشرف بن شرقي ايه ومش عارف ايه وبيتر اوبا يلا احنا هنمسك القلب. وصلنا للنقطه دي تمام. يجي هو اوف انا معيش فلوس اجيب اوب. الوقت بيضيق، الزوم بيقفل علينا، الزوم خلاص هيقفل، فاضل كام يوم والباب كده هيتقفل، فخلاص نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك هتوصل لحل. خلاص يا حسين الحق هات لنا اي حد، الحق بص هات لنا اي حد، بس اي حد يزق معانا، هتلاقي حد احسن من اللي موجود عندنا. فاهمني؟ هو عايز يلعب النقطه دي، هو يضيق علينا الوقت، يقعد يقول لنا انا هجيب اشرف بن شرقي يوم، الثاني يا جدعان انا هجيب اشرف بن شرقي، الثالث نحلم باشرف بن شرقي، الرابع نحلم باشرف بن شرقي، الخامس نحلم باشرف بن شرقي، يجي علينا يوم السادس نتفاجئ ان بكره اللي هو يوم السابع باب كده هيقفل. فلا يا حسين يا لبيب انت ما جبتش اشرف بن شرقي، الحق لنا اي حد، فيروح يجيب لنا اي حد. الحمد لله عملنا صفقات، بدل ما كنت اخش الموسم بناصر منسي ومش عارف ايه. هو عايز يوصل للنقطه دي، اللي احنا نحمد ربنا على الصفقات اللي مش هقول لك كسر، وهيجيب صفقات حلوه بس مش بقوه اشرف بن شرقي ولا قوه راس الحربه بتاع سان داونز بيتر ولا الكلام دوت. فهي دي النقطه اللي لعب فيها جماهير نادي الزمالك علينا، هي دي النقطه اللي حرقه دمنا. انت اديتنا كلام كان من مصادر موثوق فيها، لكن طلع انت بتلعب علينا لعبه، لعبت علينا لعبه. ده اللي حرق جماهير نادي الزمالك وحرقنا احنا كلنا. فده اللي احنا اتكلمنا فيه. طب نادي الزمالك خلص في صفقتين ايه؟ خلص في محمود بن باك، وخلص في كريم لعب راس حربه ولعب جناح، قصدي ولعب باك. دول الصفقتين اللي خلصهم فيهم صفقتين مغربيين، دول اللي خلص فيهم نادي الزمالك وبس. لسه مفيش اي صفقات تانية خلصت، لسه مفيش اي صفقات تمت غير الصفقتين دول وبس. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت اشوف تقدير يا جدعان، اتمنى اشوف تقدير في الفيديو، اتمنى والله العظيم. كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وبس. سلام.